اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده. وغادي ندخل مباشره في الحلقه ديال التصويت ديال حفصه والحسن اللي الصراحه الله تصدمنا ببعض التصويتات اللي ما غاديش نقولوا كل شيء. وايضا على الموقف اللي تحطت فيه حفصه الصراحه، موقف لا يحسد عليه. تزنقات، ما عجبهاش الحال بحكم يعني الطبق اللي كان طالب محمد. صراحة الله هي دارت اللي عليها. واخا يعني الحلقة ديال الحسن، ولكن يعني كيبقاو كوبل واحد، مسابقة واحدة بيناتهم يعني كيشاركوا فيها. مهم يعني شفنا ما شاء الله يعني حفصة كانت فرحانة انها يعني تلبي الطلب ديال با محمد اللي كان طلب الكرعين يعني بالحمص او لا. كيف ما كنقولوا عاود هرقمة. صراحة الله يعني كانت حفصة فرحانة والحسن أيضا، وداروا اللي في جهدهم، لكن للأسف دوك الكرعين يعني صدقوا شارفين يعني ما طابوش كما قالت رشيدة. وغادي نهضروا على واحد المسألة على رشيدة نيت بالخصوص هي وحسن. المهم خليكم معايا حتى نهاية الفيديو لأن بزاف ديال النقاط غادي نتطرقوا ليهم. كما قالت رشيدة أن يعني 6 ديال السوايع ودوك الكرعين كيطيبوا، ما بغاوش يطيبوا بتاتا، رغم يعني كاين هكا بعض الطراف هكا يعني شي طريفات هكا طابو شي حاجه لا. ما عليناش يعني شفنا ما شاء الله يعني الديزاين، الطياب، كيفاش يعني قدموا داك الشيء كان في قمه الروعه. يعني طايب ولا ما طايبش يعني هذاك يعني كيبقى بوحديته، ولكن يعني التقديم ولا المسابقه يعني كيفاش كانت صراحه الله. كانت الحلقه ديال حسن زوينه بزاف بزاف. لان اعتمد على التعليق ديال المتابعين، اعتمد يعني على بعض الملاحظات اللي لاحظوها يعني العائله اللي غادي يصوتوا عليه بان يعني الحسن ما دارش يدو، يعني حفصه اللي دارت كل شيء. لكن في هذه الحلقه ديال القرعين اللي ما عرفتش واش ضربناهم بالعين واش ما نعرف. المهم يعني للاسف يعني هاد الشيء هذا يعني ماشي في يد حفصه وماشي في يد الحسن. لكن اهم حاجه يعني لو كان مثلا بغاو انهم يغطيو يعني هاد الشيء هذا وما يبينوا لناش، راه غيديروها يعني غيردوا اللحم لبلاصتو، يعني الكرعين لبلاصتهم، وغيبينوا التبصيل خاوي وغادي يصوتوا كأن شيء لم يكن. لكن يعني من هاد الناحيه هذه يعني راهم مصداقيه، يعني خلاو داك الشيء وكنشوفوا الصراحه يعني حفصه اكيد يعني غادي تكون طيبات يعني هكا بخاطرها وبغات يعني تلبي ديك الطلب اللي طلب لها با محمد. لكن للاسف خصوصا فاش يعني بدات التصويت يعني كل واحد وكيفاش كان كيعبر، كل واحد وكيفاش كان كيشوف يعني داك الطبق من المنظور ديالي. لكن للاسف كنشوفوا ان حسن ورشيدة يعني الطريقه باش صوتوا والطريقه باش هضروا يعني كيبينوا على واحد الحقد من جهه الحسن. صراحه يعني هضروا علينا وجيو علينا كما كنقولوا. الحسن فاش كيدير شي حاجه اللي يستاهل العصا راه كنوضوا ليه، ولكن هاد المره شفنا الحسن يعني ما شاء الله دار اللي عليه وبين على حنة يديه وعرى على كتافه وعاون حفصه. يعني كان في الكوزينه يعني حفصه اللي عاونته عفوا. المهم يعني كان داك الشيء انا شخصيا عجبني كما هضرت يعني في الفيديو السابق بلا ما نعاود التكرار. لكن رشيدة الصراحه اول حاجه بعدا يعني حسن فاش عطى النقطه 3، واخا ما نعرف شنو، واخا يكون يعني جاب هاد الكرعين يعني الحسن وحطهم يعني فوق التبصيل ما طيبينش وما يحطلهش ديك النقطه. نقطه لا علاقه يعني بداك الشيء. فين يعني الديسير، فين مثلا غير داك كيفاش تحط الطبق، كيفاش يعني كيبقى مثلا الطياب اخر حاجه. ما عليناش لان هاد الشيء هذا من ناحيه ديال الطياب ولا هذا يعني 6 سوايع وهما كيطيبوا راه مساله عاديه، لان هاد الشيء ماشي في يد حفصه وماشي في يد الحسن. وصراحه بقات فيا حفصه في هذا الموقف هذا اللي تحطت فيه والله العظيم، لان باش ان يعني الغدا حتى لواحد الوقيته متاخر والجوع وهذا وما يلقاو الناس ما ياكلوا، يعني كتجي شويه الصراحه محرجه. ولكن يعني هادشي اللي عطا الله راه اي واحد يقدر يتحط في داك الموقف. المهم يعني الحمد لله انهم يعني كانوا غير هما، ما كانش شي حد يعني شي ضيف ولا شي حاجه. هذه هي الفضيحه. مهم يعني حسن عطى 3، كيقول بان يعني الحسن لو كان حفصه وهذه يعني حاول ما امكن ان يرد الصرف للحسن وبغى ينتقم منه باي طريقه كانت. شفنا يعني ام حليمه سوا الطباخه سوا ام حليمه سوا هدى سوا يعني الزهره، يعني كاع اللي كانوا تما يعني ما شاء الله با محمد براسو
كنعطي 8 على 10، يعني ماشي كلشي خايب. الصراحة يعني 8 هذا هو النيفو زعما إلا قلنا هابط 8، بخصوص يعني الطبق ديال الحسن وحفصة. المهم يعني شفنا رشيدة، حتى هي يعني غير كضحك غير كضحك بحال شاربة شي حاجة. والله العظيم يعني جا هداك الشي هيستيري وبغات تنتقم من الحسن بواحد الطريقة جاتني بحال تبرهشات يعني في هاد الحلقة هادي والله العظيم. وكنستسمح، ولكن يعني هاد الشي اللي كاين رغم أن عارفين بأن يعني هاد الشي هذا فيه خص المصداقية، يعني حلفوا. وحتى الحسن يعني كيقول أي حاجة، وقالت يعني بأن في الأول بأن يعني الطروفة اللي كانوا جاوني أنا يعني طيبين، يعني الطبق اللي جا للعيالات يعني كان زوين. ولكن حطات 5 على 10 يعني انتقاما للحسن أيضا. عيبات يعني حتى على فلو، يعني هذا كيبقى الرأي ديالها. حنا فقط يعني هي حقيقة من ديك الناحية ديال فلو. شخصيا أنا ما كتعجبنيش يعني فاش كيكون هكا فلان وكيكون هكا شي بسكوي، يعني فاش كيفزك ولا هذا يعني بحال بنادم كياكل كرتون. الصراحة يعني هذا يعني واحد النظرة شافتها يعني من حقها، ولكن يعني الطريقة يعني باش كانت كتهضر بحال كانت كتبين حتى هي يعني على واحد الحقد ديالها من جهة الحسن وحفصة وهذا. واخا يعني كنعرفوا حفصة عزيزة عليها، ما عليناش. المهم يعني الصراحة يعني بان انا في هذا الفيديو ديالهم عند ولد ام حليمه بان لي يعني واحد السم واحد الحقد في شي شكل. وخصوصا يعني فاش هضر الياس ويعني يلاه كينطق وقال مساكن وفاقو بكري، دارت فيه واحد الدورة اللي حشومة عيب وعار انها يعني تهضر مع الدري يعني بديك الطريقة. هذاك الرأي ديالو من حقه يقول اي حاجة. كيف ما الطباخة يعني عبرات وقالت يعني كنت معاك وفقنا بكري ومشينا تقدينا وهذا، يعني كيبقى داك الرأي ديالها. ما يمكنش ان شي حد يجي يفرض عليها ها شنو غادي تقولي، ها شنو غادي عليه من غتعيبي، ها شنو يعني. لا يعني اي واحد كتبقى النظرة ديالو لداك الطبق وشنو شاف. يعني الياس يلا كيهضر يلا ناوي يعني غير يبدا. قال يعني ومساكن بقى فيهم يعني هذيك البداية يعني ديال المقدمة باش أنه يعلّق على الطبق ديالو. يعني الحسن ورشيدة يعني داروا فيه، خصوصًا رشيدة يعني كانت غتاكلو في السما. ما عرفتش يعني ديك الطريقة علاش، ولا كيبقى يعني ولد صغير أول حاجة. ما عارفش يعني حشومة عيب وعار أنها يعني تهدر معاه بديك الطريقة. يهدر حتى يسالي الهدرة، حتى إلا كان مثلًا عطاه 10 على 10 عاد ديك الساعة ممكن أن الإنسان أنه يعقّب ولا يعني يحاولوا ما أمكن يشرحوا ليه ويوصلوا ليه يعني الرسالة ما يمكنش علاش وهذه. ولكن حتى هو إلا كان مثلًا الطرف اللي جا يعني كان طايب يعني زبدة وكلاه وجاه يعني داك الشي زوين فلان يعني عجبو هو ولا هذا، راه من حقه يعني داك التنقيط كيبقى كل واحد وكيفاش جاه. حتى اللحظة يعني ديال أم حليمة فاش حطات يعني النقطة لحسن وحفصة دار فيها حسن. يعني شفت صراحة يعني الفيديو د اليوم لا علاقة من جهة رشيدة وحسن عفوا، لأن الطريقة باش كانوا كيهضروا. لكن الحمد لله شفنا حفصة اليوم دارت يعني الطبق ديال الرفيسة اللي طلع واحد الطبق اللي رائع ما شاء الله. يعني كاع داكشي ديال الهضره اللي كانوا كيقولوا، التصويتات اللي شافوا المتابعين في قناة محسن، كلشي يعني قال اليوم غادي نردوا الاعتبار لحفصة. لان الصراحه يعني فاش كلشي كان كيهضر حفصة ما شاء الله مع بيضة، يعني فاش كتزنق شي شويه ولا كيكون عندها شي مشكل يعني كتبان في وجهها. وحتى اليوم يعني في الحلقه ديالها عند الزهره باينه بحال مقلقه بحال معصبه يعني بحال تنيرفات. حتى الطريقه يعني باش كانت كتهضر مع الحسن ولا هذا باينين يعني بحال كاينه شي مخاصمه في الكواليس. وضروري يعني هادشي هذا كيكون اهم حاجه انهم كيعطيونا صوره زوينه. وما شاء الله كان واحد الطبق اللي رائع جدا، غزال، طبق مغربي 100%. خصوصا مع هذا البرد ومع هذا الجو هذا. عرفات يعني كيفاش تختار بحكم ان يعني عبد الرحيم اللي طلب منها الطلب. الصراحه يعني خدمت على البريستيج اكثر واكثر، يعني كيفاش حطات الرفيسه ديالها الله يعطيها الصحة وكل شيء، يعني ناوي أنه يفرح حفصة باش يردوا لها يعني الاعتبار بخصوص يعني داكشي اللي وقع يعني في الحلقة ديال الحسن. وما شاء الله راه غادا يعني بواحد الوتيره حتى هي وكل شيء قال لها فضد فلان فضد فلان. تا المهم راكم عارفين المتابعين.
والحلقة يعني النهائية هي اللي كانت تحفظي يعني اليوم باقا الحلقة غدا ديال يعني التصويت عند محسن، وغادي نشوفوا يعني كيفاش غادي يقدموا هاد 2 المليون. أكيد إن شاء الله لفاطمة أم حفصة، لأن باين العربون أنها هي اللي ربحات وترفع لهم القبعة يعني واخا طولوا السلسلة. المهم نهاية المسابقة اليوم.